وخا كنت تنقول انا الله اعلم، فهمتي؟ وخا كنت ربما بنادم يتحاسب معايا، ساعه نتوما تبقاو تخوروا وتعوروا. حنا فاش كتكون مناسبات رسميه حنا كنعرفوا اللباس ديال الملك. انت كانسان عادي فاش كتلبس سلسله يعني هذاك توجه ديالك، ما عندكش شي غايه اخرى. علاش ما يلبسهاش من يكون داير بدله رسميه ولا يستقبل المولود؟ لا ما يلبسهاش حيت لانه كيحترم المنصب ديالو وكيحترم المكان اللي هو فيه وزيد. وما يكونش خدام ما يحترمكش. لا فاش يكون مثلا في الخارج عنده واحد الميساج كيبغي يوصله من خلال داك اللبس، وهادشي كيفهموه الناس الاوروبيين والناس اللي واعيين وقاريين، اما الجهال ما غيفهموش هادشي. وما هي الرساله من لبس داك السروال نحن من هو تاع سراويل ورسالات بس شد النوبه، شد الطابور اصاحبي. نتوما كتشدوا الطوابير فاش كتطلعوا في التيك توك ما كتقدروش تشدوا الطوابير. والرسالات الرساله خويا خليني نتكلم نقول لك الرساله. بريكاج على بريكاج على كارو تاع رساله تاع هذاك السروال. مالك واش على لك الفرفان؟ تسنى خلينا نهضروا. تقلقت مصطفى صلي على النبي. انت اللي مقلق. كيف مقلق اني تاع شهر دار؟ حنا ما كنتقلقوش، كاين الحمد. حنا ما كنتقلقوش، حنا كان فاش كنشوفوا شي حاجه كنقلبوا على المعنى ديالها كنفهموها. مصطفى السروال هذوك نحن من الحرب هذاك شايله رساله. الرساله يعني حنا ما كنقلبوش على الحرب، ولكن اللي جبدنا للحرب يعني غياكل طريحه. زعما رساله تاعو في الشراوي واللبسه تاع اللي بان بها في ابو ظبي هذيك اللبسه غوز وحمراء وبونتوفله، ما هي الرساله؟ الرساله غادي نقولها لك انا، يعني هذاك حر في راسو من تيكون يعني فكونس عنده شي حاجه حر، يعني يلبس الحمر ولا يلبس الزرق. وشوفوا هي المهبول ديالكم الكرغولي تبون ربما شي نهار يدير لكم شي مشكل يطيحكم مع داك الرئيس ديال كوريا الشماليه المجنون باش يصيفطكم ديريكت للقيامه ان شاء الله. راه تيدير الكحله في الكحله وتيمشي مقرقب، واصلا هو راجل كبير وشيباني، يعني الا بغيتو تموتوا تمشيو ديريكت للقيامه تمشيو. ندوزو الفيديو اخر. القرناء تكلم عن الفئه، تكلم على عامه الشعب الذي ينساق. مازال يا جماعه في القرن ال21 مازال واحد يبوس يد واحد. ما عمرني ما عايرت شي شيخ في شي دوله، ولكن انت الله ينعلم امك الوالدين. يعني انت منافق. ماكرون اللي جا الجزائر ما بسولوش يدو، وتبوا لي قال لهم واحد هذاك هو الاله ديالي. تكلم عن الفئه، تكلم على الشعب الذي ينساق. مازال يا جماعه في القرن ال21 مازال واحد يبوس يد واحد. سبحان الله سبحان الله، لا ركوع ولا سجود الا لله. انا نذكر فيكم يا اخواننا من المغرب، انا نذكر فيكم لازم تكونوا مع الجزائر اللي راهي تصون وتجول لوحدها في هيئه الامم. والله الا مسطي بالله، والله الا المسكين تيغرد خارج السردو وتيبغي يدير فيها زعما شيخ هو والو، باغي يربح العاطفه ديال الجزائريين والمتابعين. اشوف الملك راه ماشي عبوديه ولا تيبززوا علينا صحه نبوسوا لميدو، هذيك ثقافتنا. واي واحد تيكون كبير راجل في السن كبير شايب تنبوسوا له يدوه، كيف جدي كيجد الاخر يعني احتراما للشيب ديال الشعر ديال راسو والسن ديالو. والملك تعتبروا عاوتاني اب ديال الدوله، فهمتي؟ يعني راه ما تيبزش علينا هو بالقوه نبوسوا له يدو ولا تيفرضوها علينا بوس يد الملك ولا نقتلوك. لا هذيك الثقافه ديالنا. اي واحد تيكون كبير مسؤول وسميتو تردوه بوالا، فهمتي؟ وعلاش ما تخطبش في شي جمعه على الطوابير على الحليب في الجزائر والجوع والسنتيرنات وتيتسرقوا بيناتهم في السيرتينات، شي تيسرق الاخر السيرتينات الجيران، شي تيسرق. يعني واش جابك المغرب؟ يعني حنا تنبوسو يد الملك، انت اش جابك المغرب؟ ولكن تدير هادشي على المشاهده، الله ياخذ فيك الحق. ولكن النيه سمح لي قبيله سبيتك، هادشي ما نقول. والله يشافيكم الله يشافيكم يا اخواننا من المغرب، انا نذكر فيكم لازم تكونوا مع الجزائر اللي راهي تصون وتجول لوحدها في هيئه الامم المتحده. تصون وتجول وحدها، يعني تتصل باش تجيب لكم الحليب ولا تجيب لكم ما تاكلوا، تتصل لتقسيم المغرب، ويعني باش دير شي حاجه فلوس البترول تعطيكم وتصلى فيكم وتجول عليكم.
تتجوع على باش تقسم المغرب وتخربق ما بين الدول وهادشي باش تجول، يعني باش تقسم لي بلادي انا، فهمتي؟ هادشي ما قلتيهاش، يعني هادشي اللي خصك تقول.